طبعا مفيش احلى واقوى من سيلفستر ستالون او ستالوني ورامبو وروكي، ويعني افلام جميله، والممثل الامريكي المعروف بتاع الاكشن سلاي ستالون او سيلفستر ستالون او ستالوني، اللي عايز تسميه، روكي، رامبو، كل الافلام الحلوه الجميله دي اللي شفناها وعجبتنا. طبعا مفيش احلى من اعلان ساوث ميد بتاع طلعت مصطفى في الساحل الشمالي. اعلان جميل، جايبين سيلفستر ستالون بيقول لهم اي لاف ايجيبت وتيل مي اباوت ايجيبت، وبيشرحوا له يعني الكومباوند الجديد في الساحل الشمالي، ويقولوا له على المياه الفيروزية والشواطئ الساندي الرملية الجميلة البيضاء الحلوة، ويعني بيشرحوا العقار وبيشرحوا البروجكت كله. طبعا يعني فكرة الإعلان لطيفة ولذيذة، متصور حلو كده، بس الواد اللي هو كان بيحاور سيلفستر كان دمه تقيل شوية، ومعرفش هو مين ده، معروف ولا ايه. والتانية اللي كانت بترد يعني كان في نوعين من الاكسنتس، من اللكنات، لكنة سيلفستر الامريكاني واللكنة البريطانية البريتش اكسنت، فده يعني اللي كان يعيب الاعلان شوية، بس هو اعلان لطيف وجميل، من الاعلانات الحلوة والقوية جدا لسيلفستر ستالون. وطبعا هشام طلعت مصطفى يعني شاطر في الاعلانات، ودايما بيجيب راغب علامة وناس تقال للاعلانات بتاعته. السؤال طبعا، يا ترى الوحدة بكام؟ ما سألش طبعا سيلفستر بكام، هاو ماتش اليونت او الفيلا او الشاليه او يعني كشك سجاير هناك بكام. طبعا الاعلانات دي لناس وناس، وربنا يعني يحفظنا جميعا، واهم حاجة الستر والرضا من ربنا. اعزائي المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين، وشكرا لحسن المتابعة. ميرسي.